بيتم انقاذه من قبل ايس، وبيكون كبش الفدا للاسف ايس بيسلمه لحكومة العالم، وبنكتشف ان ايس ابن ملك القراصنة جولدي روجر، ودي كانت الصدمة. وبنكتشف برضو انه لوفي ابن الثوري دوراجون، مونكي دي دوراجون. مين هو مونكي دي دوراجون؟ هو حفيد مونكي دي جارب. مين هو مونكي دي جارب؟ هو بطل البحرية. طب ليه اتسمى بطل البحرية؟ انت هتفضل تسأل نفسك معايا في الفيديو فمش هنخلص، فانا هبقى اقول لك كل حاجة في وقتها. بس انا لو شفتك لحد دلوقتي ما اشتركتش للاسف مش هتخليني اكمل السلسلة، فاشترك في القناة ودوس لايك واكتب لي كومنت في الاحداث المذهلة دي. ايه اللي شدك في الاحداث؟ قول لي كده، خلينا نتناقش مع بعض، انا برضه على كل التعليقات. المهم خلينا نكمل. بنشوف بداية حرب المارين فورد، انه لوفي بيسمع خبر انه ايس اتقبض عليه بعد ما الطاقم اتفرق. ارك شابوندي. ونسيت برضو احكي عن حاجة معينة، ان هم تواجهوا مع موريا التشيبوكاي وهزموه، وللأسف كوما حصل كده شوية حاجات كده ادت ان كوما يسيبهم عايشين. هنعرف قصة كوما دي اصلا خلال القصة. قصة مؤثرة جدا جدا جدا، فخلال السلسلة دي هنشوف بجد قصة كوما. ونروح للارك اللي بعد كده اللي هو ارك ارخبيل شابوندي، اللي هو ارك اللي اتفرق فيه الطاقم قبل المارين فورد، لانه كيزارو كان هيعمل منهم خطة بيضة بالصلصة. مين هو كيزارو؟ هو احد ادميرالات البحرية مع ساكازوكي او اكاينو ومع اوكيجي. خش على الارك اللي بعد كده اللي هو امازون ليلي، ارك جزيرة النساء والقائدة بو هانكونك ضد يعني فيما المختصر يعني انها